ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. وقبل ما ندخل على وصفتنا الجامدة دي، نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انتي جايبه لنا ايه النهارده يا عبير؟ جايبه لكم ورقة جلاش كده هنعملها مع بعض بكل سهولة. عملتها معاكم قبل كده وفي حد طلبها مني، فهنعملها مع بعض تاني. يلا بينا ندخل على وصفتنا الجامدة دي ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت لفة الجلاش كده معاكم اهيت. فتحتها. بصوا هي يعني هي حلوة، يعني هي كلها الورق بتاعها يعني سليم. الوصفة دي لازم تكون الورق كله سليم. انتي بتعملي ايه كده يا عبير؟ انا بقسمها كده. بعمل أربعات كده وبحطهم ايه مع بعض. بسرعة بسرعة كده تعملي وصفتك، عشان انتوا عارفين الجلاش لما بيشم الهوا على طول بينشف، فمش هتعرفي تشتغلي. طبعا دي اللي كانت ملفوفة على الورقة فمكسرة شوية، مفيش أي مشكلة. هنشتغل على وصفتنا بسرعة بسرعة كده. انا بصوا كان عندي حشو ده كان عندي من رمضان. من رمضان يا عبير، ايوه من رمضان، حطيته في البرطمان واحتفظت بيه كده زي ما انتوا شايفين، وعملت بيه الوصفة الجميلة دي. ايه يا عبير، انتي قطعت ليه الطريقة؟ لا والله مش قطعتها، هو التليفون اللي فصل. وهعملها معاكم تاني كده. هو اي حاجة عندك انت حابة تحشي بيها، مكسرات سوداني بزبيب بجوز الهند، اللي تحب تعملي بيه اعملي بيه. زي ما انتم شايفين كده لفيت الرول كده قدامكم، مش لور بقى مطبقاها يعني، فاهميني؟ فتطلع كده ايه زي ما انتم شايفين. فطبعا انت بتجيبي سكينة حامية قوي عندك، فبتقطعها كده زي مثلثات كده، وتشكلي التشكيل اللي انت تحبيه. انا حبيت اعملها بالتشكيلة دي، بتبقى ظريفة وجميلة جدا كده. اهوت. دي ايه يا عبير؟ دي السمنة، سمنة بلدي على يعني ربع دي كوباية، دي كوباية على بعضها، بس انا حاطة ربع كوباية زيت معاها. دي سمنة بلدي بس يعني وانا بسخنها قوي كان فيها مرتة من تحت، يعني هتلاقوها حتى في القعر دلوقتي. بتحط الزيت ليه يا عبير؟ الزيت بينشفها كده وبيخليها مقرمشة وجميلة. بصوا هي ولا بتدهني الورقات وانتي بتعمليها؟ شوفوا هي دي اللي كانت المرته اللي هي كانت بتاعه السمنه، فطبعا مش هينفع ان انا احطها، فاكتفيت باللي انا حطيته بس. حطيت ايه مع السمنه يا عبير؟ حطيت معلقه بيكنج باودر صغيره مع السمنه، ودوبتها حلو قوي. بعد كده زقتها بيه. هندخلها الفرن على درجه حراره 180. ولو لقيتها خدت لون بسرعة قبل ما تستوي، حاولي توطي عليها. الفرن ده لعبتك انتي وعلى حسب فرنك. بصوا جميلة جدا. هي تسميها بغاشة بقى، تسميها بقلاوة، تسميها على زي ما انتي تحبي، بس بجد كانت طعمها روعة، خطيرة. يعني هي خطيرة. واقول لكم ما تنسوش في دعوة حلوة. اقول لكم باي باي، وفي رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. باي باي.